السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتوا طيبين. طب اشمعنى انت كل يوم تقول لنا كل سنة وانت يا رب دايما طيبين وبخير؟ تعالوا النهاردة بقى، يعني بصوا، اللي فات كله حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. طب اشمعنى؟ قعدنا بقى نعمل حلويات ونواعم العيد ونسينا نفسنا كده، اللي هو ايه اهم حاجة. انا عندي ده اهم من الكحك والبسكوت. هتضحكوا، انا عارفة ان انتوا هتضحكوا فعلا والله. شوية بقى ايه الدلع بتوعي اول يوم العيد، دول هم دول اللي عندي اهم من كحك والبسكوت والكلام ده. سيبوكم من الكلام ده خالص. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه النهارده. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة. بصوا بقى، انا نزلت السوق وجبت بقى ايه اللي هو اهم زي ما قلت لكم من الكحك والبسكوت. طبعا في ناس هتقول لي ايه ده، يا اقول لكم لا، اوعوا تقولوا كده ازعل منكم والله. هنعمل بقى شويه فسيخ كده، بصوا في الجون. وكمان كنت جايبه سردين، بس هو والله للاسف كانت نيتي ان هو سردين، معرفش عمل كده ليه. كنت جايبه طبعا حاجات كتيره من السوق في اليوم ده. ف اللي هو ايه، يعني في حاجات جت على السردين فما بيستحملش. ماشي، فهنديله شطفه كده بس بسيطه. هو كان كده، انا شارياه كله كده والله. بس طبعا ما كان محطوط في الكيس ومشيت بيه بقى وكده وانتوا. فالمهم ايه، في كام واحده كده ايه تحسوا ان هم يعني خرجوا عن شعورهم يعني. فهنعمل ايه؟ اللي نلاقيها بطنها اتفتحت فهنشيل البطن بتاعتها. طيب وعادي ينفع يتخلل؟ اقول لكم عادي والله ينفع يتخلل، بس اهم حاجه بعد ما تشطفيه. انا ما اقدرش بصراحه ان انا احطه كده اللي هو يعني من غير ما اغسله وهخلله كده. طبعا في ناس مش بتغسله وهو المفروض ما يجيش عليه ميه، بس انا بعمل ايه بقى علشان ان انا ما يكونش فيه اي ميه. انا بشطفه كده وبسيبه لما بحطه في مصفى، بحط تحتيه حاجه وبحطه في التلاجة لما يصفي كل الميه اللي فيه، زي ما يكون ايه ما فيهوش ولا نقطه ميه. تمام كده، ده اول حاجه بخصوص السردين. بس لازم اشطفه لان شايفين الميه بتاعته عامله ازاي، فلازم اشطفه لانه لو احنا حطينا عليه الملح وخليناه وهو بيشرب من الميه اللي بتاعه التخليل دي فيبقى طعمه كويس وكمان نظيف. انا اللي بشيله ده يا جماعه اللي هي اللي بلاقي بطنه خلاص طلعت منه يعني. تمام، فهسيبهم بقى يتصفوا كده. احطهم بقى في بتاع اسمها ايه، بتاع الاستانلس دي. المهم هديله بس شطفه كده وكده خلاص. انا كده خلصت من السردين. بس اهم حاجه زي ما قلت لكم يسيبه يتصفى كويس جدا جدا. اوعي تعمليه بميه خالص. نضف بقى الحوض وبعد كده نيجي يعني اللي هو ايه، بطل الحلقه بتاعتنا النهارده اللي هو البوري. السمك البوري يا جماعه، طبعا يعني في انواع كتير قوي هتلاقوها في السوق اللي هو زي الطبار. طبعا في سمكه تانية رفيعه كده هي شبه البوري، بس طبعا باينه قوي انها مش بوري لان بوزها رفيع قوي، غير كمان الطبار. طيب بتعرفيه منين؟ طبعا البوري بيكون الوش بتاعه عريض خالص، غير الطبار بيبقى البوز بتاعه رفيع شويه وبيبقى مش كبير. يعني انا ما شفتوش لحد دلوقتي بالحجم اللي بتاع البوري. بس حتى لو بتجيبي بوري صغير نقي اللي وشها عريض، ما تروحيش تجيبي اللي بوزها رفيع دي عشان بتبقى طبار. تمام، فانا جبت هنا البوري. انا جايبه سعر الكيلو علشان عارفه انتوا هتسالوا. انا جايبه بوري كبير، يعني في اكبر من كده، في اكبر من كده طبعا اللي هو الجامبو الكبير قوي، بس انا ما لقيتش الحجم ده. انا بجيب الوسط اللي هو تقريبا الواحده 600 جرام 500 جرام يعني في الحدود دي. المهم انا جبت الستة دول تقريبا عاملين. بص انا هنا بوريكم ان بوز السمكية عريض قوي. طبعا لما بتيجي تنقي السمكية الناشفة اللي بتكون طازة. المهم هرجع تاني واقول لكم كنت عايزة اقول ايه، مش عارفة. مش فاكرة. انا جايبة دول 6 سمكات. الست سمكات دول عاملين، بصوا هم 5 كيلو الا حاجة بسيطة يعني. فاضل فيهم كام جرام كده ويبقوا 5 كيلو. تمام. تمام، هغسل بقى البوري كويس جدا. بفتح الخياشيم بتاعته او الراس بتاعته وبغسلها كويس جدا، لان دي اللي بيكون فيها كل الحاجات اللي مش نظيفة والطين بتاع لان ده سمك مزارع يا جماعة مش سمك بحر. لما تيجي تجيبي بوري تخلليه او تعمليه الفسيخ، لازم تتأكدي ان هو سمك مزارع مش سمك بحر. تمام، بيكون افضل طبعا في التخليل. طيب بتعملي ايه كده بعد ما غسلته كله؟ طبعا غسله كويسه. ببدا ان انا افكك السلسله بتاعته وافضل اتك عليه كده زي كانك بتعملي له مساج بالظبط. والخطوه دي مهمه قوي قوي علشان تطلع الفسيخ معاكي اسفه. الفسيخ يكون طري من جوه كده وزي الزبده ان شاء الله باذن الله. وعايزه اقول لكم والله الفسيخ ده بيبقى حظ، يعني انت ممكن تعملي كل حاجه صح. الشوكيه بتاعت السمكه
عملت معايا الصح. بيبقى حظ على فكرة والله، ان انتي ممكن تكوني عاملة كل حاجة وتلاقيه برضو مش ظابط معاكي. فيعني ان شاء الله يبقى حظنا حلو ويطلع كويس. فهبدأ بقى ان انا اكمل كل السمك بنفس الطريقة، بس اوعي تيجي عند البطن. يعني شوفوا انا كده يعني كل شغلي في سلسلة الظهر والديل، ما بجيش جنب البطن خالص علشان ما تعملش اي حاجة جوه. تمام كده؟ تمام كده. خلصت كل المساج بتاع السمك. فهعمل ايه بقى؟ هجيب كل سمكية وهبدأ ان انا احط لها مناديل كده في الراس بتاعتها. طب ليه بتحطي المناديل؟ علشان تشرب اي مية بتنزل منها واي سوائل. تمام؟ علشان كل المية وتسحب بقى، تسحب كل المية اللي في الخياشيم اللي موجودة. انا هنا كنت بعمله قبل الفطار، يعني كنا قبل الفطار تقريبا بحاجة بسيطة. يعني والله انا كنت واقفة اصلا بحضر في الفطار وبعمل معاكم السمك ده زي ما انتم شايفين كده، لان اصلا اليوم ده كنت بعمل فطار سهل، يعني اللي هو حاجات كده ايه سريعة يعني. فقلت اصور معاكم اللي انتم شايفينه ده المحبب الى قلبي. عايزه اقول لكم طبعا انا يعني جبت واشتريت فسيخ كتير قوي، بس مفيش زي الفسيخ اللي احنا بنعمله في البيت. والله بجد بتبقى ريحته يعني مش زي اللي بره شويه، ان اللي بره بيبقى ريحته نفاذه اكتر. ده بيبقى طعمه كده تحسي ان كل حاجه فيه ما شاء الله بتبقى مظبوطه. هنا بقى هسيبهم لحد ما يعني يصفوا كل الميه اللي فيهم. انا سبتهم تقريبا 5-6 ساعات. طيب بصوا، عشان بس ابقى صريحه معاكم، انا بشغل عليه المروحه. بخاف بصراحه لان الجو برضو مش هقول ساقعه قوي، الجو بدأ ان هو يحرر شويه. بحطه قدامه المروحه وبسيبه بقى ال5-6 ساعات دول يعيش حياته كده لحد ما ينشف كل الميه اللي فيه. هتلاقي السمكيه نشفت كده. طيب هو ما بيعملش ريحه؟ لا ما بيعملش ريحه يا جماعه، لانك انت اصلا بتسحبي الميه اللي فيه، فمش عامل ريحه ولا اي حاجه الحمد لله بفضل الله. وكمان عشان مشغله عليه المروحه. تمام تمام. انا لا بحطه في شمس بقى ولا الكلام ده كله. هجيب بس ايه، كل المناديل دي خلاص نستغنى عنها، ومعايا منديل تاني لو في اي حاجه بنشفها كده لو في الراس. تمام. هو هتحسوه قدت كده، اللي هو نشف وقدت كده، ما تقلقيش خالص، انت كده ماشيه على الطريق الصحيح. فهخلص بقى كل المناديل، ومع التنشيف كده وانتي شغاله حاولي تكون جنبك مناديل تنشفي لو في نقطه ميه في الراس ولا اي حاجه. طبعا هو من فوق خلاص ما فيهوش ولا نقطه ميه، بس مكان ما بتشيلي المناديل لو لقيتي اي حاجه فممكن تنشفيها. احنا بس ايه اليوم ده بنستعمل مناديل كتير، وانا خلصت لفه بكره المناديل دي على شويه الفسيخ دول. اه والله. و وايه تاني، واكياس كتير. تمام، اعملي حسابك في الاتنين دول. هجيب بقى هنا ايه، انا مش عارفه الحته دي ما اتصورتش ولا ايه. انا جبت هنا ملح وشطه. لا افتكرت انا كنت بصورها بس كنت بتكلم معاكم في موضوع تاني فنسيت اقول لكم انا حطيت ايه. حطيت ملح، والملح ده يا جماعه انا بجيب ملح رشيدي بيتباع عند اي عطار، بيتباع بالكيلو كمان، اللي هو ملح سايب كده وبيبقى خشن قوي. طب الملح ده افضل في التخليل ولا التاني؟ لا طب اللي هو الملح العادي اللي احنا بنطبخ بيه، لا طبعا ده افضل في التخليل اذا كان سردين او فسيخ او اي حاجه بتملحيها من دي. فالملح ده افضل وهو مخصص للحاجات دي. تمام كده. فبجيب الملح ده اخدته وحطيت عليه معلقتين كبار تقريبا من الشطه ومعلقه كركم صغيره، وبس كده. هفضل بقى ايه اكبس كده في الراس بتاعه الفسيخ، وهتلاقوني بصوا هتلاقوا ايدي بتخش كده جوه، تحسوا ان انا بدخل ملح في جوه البطن بتاعته. بس هو طبعا مش بيدخل كميه كبيره لحد ما تقف معاكي، يعني وانتي بتدخلي كده هتسحب معاكي شويه ملح، وبعد كده ابداي اكبسي في الراس بتاعته او في الخياشيم بتاعته. بس كده بس كده. شفتوا الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ طب بياخد كميه قد ايه؟ طيب مش هقدر اقولك بياخد كميه قد ايه، لان مش كل السمك قد بعضه. يعني في سمكيه راسها صغيره، في سمكيه راسها كبيره، على حسب السمكيه. اول ما بتلاقيها اتحشت كلها وبقت ما بتسحبش معاكي ملح، خلاص هي كده تمام. هبدأ بقى ان انا اجيب شوية زيت كده على شوية الملح اللي فاضلين دول، وهدعكم مع السمكية. شوية الزيت دول بيساعدوا في ايه؟ بتلاقي السمكية طرية عندك، وغير كده تلاقي الملح بيلزق عليها. احنا لو حاولنا ندعك الملح وهو ناشف كده على السمكية وهي ناشفة، استحالة يلزق عليها شوية ملح. تمام. هو مش بياخد كمية كبيرة، يعني مش بيلزق عليه كمية كبيرة، يا دوبك بس حاجة بسيطة كده. فاحنا مش بنكتر، مش بالكترة. انا هتلاقوا الملح ده كتير على فكرة، هيتشال منه دلوقتي في الصينية كتير، يعني مش هتاخد كل كمية الملح دي، بس هاخد منه طبعا واحط في الاكياس.
هي كده خلاص السمكية اخدت كفايتها من الملح. ما تكتري، يعني ما تحاوليش ان انتي تكتري ملح. بص هو لزق عليها زي معلقة ملح كده من فوق، كل الباقي بيقع، يعني مش بيمسك عليه غير حاجة بسيطة قوي. هو الفكرة كلها في الملح اللي بيكون موجود جواها، جوه الخياشيم بتاعتها او جوه الراس بتاعتها، هو ده اللي بيخليلها وبيخليها ايه، متملحة كويس. هغسل ايدي بقى ونرجع نشوف هنكمل فيه ايه او هنعمل فيه ايه. بصوا انا شاريه اكياس نظيفه، علشان بصراحه ما بحبش الكيس اللي هي بتبقى بواقي بقى مثلا حاجات من الخضار والكلام ده كله، بعدين السمك ما شاء الله كبير فعايز اكياس كبير. فنزلت بقى ايه، قلت لا انا اصرف واكلف، يعني انا جايبه بوري بقى ومظبطه الدنيا هجيب شويه اكياس، يلا ان شاء الله ما حد احوش. فجبت شويه اكياس، حطيت كام ورقه لوري، رشه ملح بسيطه خالص، لان هو طبعا لازق عليه ملح، زي معلقه كبيره كده من الملح من اللي انا عاملاه في الصينيه ده، ورشته تحت السمك. تمام. هبدا بقى ان انا احط كده، انا حطيت في كل كيس 3 سمكات، انا كنت هعمل 2 بس، وقلت على ايه الدربكه، هي خسرت اكياس فخلينا نحط 3 يلا بقى مش مشكله. حطيت كمان رشه ملح كده على الوش، يعني برضو زي معلقه ملح، لان هو لازق عليه الملح بتاعه. تمام كده. هحط برضو ال3 سمكات في الكيس التاني زي ما انتم شايفين كده. بص انا خدت شويه ملح كده زي معلقه في ايدي، مش اكتر من كده. طيب هيقعد قد ايه بقى في التخليل؟ بصوا بقى انا هعمله النهارده، هيقعد تقريبا ان شاء الله باذن الله لو احيانا ربنا وكنا من اهل الدنيا، هيقعد معايا 12 يوم تقريبا. تمام. فانت ممكن، هو بيقعد من 10 ل 15 يوم، ده التمليح المظبوط بتاعه. عايزه اقولك بيبقى ما شاء الله، انا احيانا بعمله بيكون فاضل برضو، او بفتح عليه بعد 12 يوم، بعد 13 يوم لحد 15 يوم بيديكي نتيجه حلوه. بيكون الملح بتاعه مش اللي هو الفسيخ الحادق قوي، كل ما بيقعد بيحدق اكتر. فانتي بقى يا ستي الكل على حسب، في ناس بتسيبه بال20 يوم. طب ليه الفرق؟ يعني ده مستوي ويتاكل، وده مستوي ويتاكل، بس الفرق بيكون في نسبة الملح بتاعته، كل ما بتقعديه اكتر كل ما بيكون حادق اكتر. تمام. يعني كده وصلت المعلومة. طيب لو الفسيخ عندك حسيتيه ناشف قوي، يعني لو هو ناشف فممكن ان انتي تخليه وتحطيه في شوية زيت بقى يطرى معاكي شوية. تمام كده. ده لو انتي حسيتي ان هو ناشف يعني. ايه تاني انا مش فاكرة والله، لو اي اسئلة جات لي تاني مش فاكرة دلوقتي اسئلة، بس ان شاء الله احنا بنفتح عليه، لو جات لي اسئلة في الكومنتات النهارده هنحاول نجاوب عليها في الفيديو اللي بعد كده. تمام. هبدا بقى ان انا الفه، وكل ما تلفي خرجي الهواء من الاكياس خالص، ما تخليش ولا نقطه هواء جوه الاكياس، علشان لما يتخلل يبقى مفهوش هواء، لان الهواء ده غلط وانتي بتحطيه جوه الاكياس. حتى لو انتوا بتلاحظوا الناس اللي بتخلله مثلا بتكون شغاله في الفسيخ ولا كده، بتكون حاطه ملح وحاطه كميه كبيره قوي على بعض، ما بيكونش فيها فواصل حتى من الهواء. تمام. ودي طبعا احنا ما نقدرش نعمل كده، لانه ما بيبقاش عندنا كمية، فما نقدرش نحط في جرادل وتبقى تقل على بعض فينزل كل المية اللي فيه، فبنضطر نعمله في اكياس كده زي ما انتوا شايفين. دي الفكرة الافضل اللي هي موجودة للبيت. كنت عايزه اقول لكم ايه، بصوا بقى انا ما عنديش استرتش، فالجيش قال لك اتصرف، فاحنا لازم نتصرف. جبت بقى بكره اللزق ونزلت اشتري استرتش. قال لي البكره اللي هي بتاعت المحل، ما لقيتش اللي هي الصغيره بتاعت البيت دي، لقيت اللي هي بتاعت المحلات تقريبا ب 350 جنيه، يعني ب 300 وحاجه. فقلت بصراحه لا حرام، يعني انا هجيب فسيخ اصرف قده بكره استرتش؟ طب والله ما انا جايب فجبت ايه، جبت بكرة لزق. يلا ما انا لازم نتصرف، يعني هنقضيها 10 جنيه لزق وتبقى الدنيا زي الفل وتمام كده. وبصوا والله بيلزق اكتر او احلى كمان من الاسترتش، فعادي شغال. اللف بقى، لفة اللزق دي ب10 جنيه، انما الاسترتش ب350. يعني ايه، انا بجيب طبعا اللي هي الصغيرة بتاعت الاسترتش، بس كانت خلصانة من عندي، بجيبها ب70 تقريبا حاجة كده، يعني سعرها مش بيبقى غالي قوي. انما اللي موجودة كانت عند المحل يعني اللي انا روحته، كانت اللي هي بتاعت المحلات، لو انتوا عارفين الاسترتش الكبير بتاع المحلات ده. ف يعني بالنسبة لي انا مش يعني ما لهاش لازمة عندي كل الكمية دي. تمام. لفيته كده، وزي ما قلت لكم بقى من 10 ل 15 يوم ده الوقت المناسب للتخليل بتاعه. هسيبه بقى كده في مكان يكون ضلمة، اي ظرف الدولاب عندك بقى مش بتفتحيها كتير، مش بتستعمليها كده يعني. تمام. تكون ضلمة. كل يوم هبدأ ان انا اقلبه كده على الجنب التاني علشان الجنبين يتخللوا زي بعض. تمام كده. تمام كده. خلصنا من الفسيخ كده، الفسيخ كل حاجة فيه تمام. تمام ان شاء الله هيطلع زي الفل بإذن الله.
ادعولي ادعولي. نيجي بقى للسردين. عملت ايه بعد ما اصفى كل الميه اللي فيه؟ هجيب بقى اي علبه بلاستيك بلاستيك عندي او برطمان ازاز، اسفه، وهبدا ان انا احط فيه في ايه هبدا ان انا ارص السردين طبقات كده، وكل طبقه وطبقه نفس الملح اللي احنا عملنا منه للفسيخ اللي هو عليه شطه وكركم. هبدا ان انا ادي لكل طبقه كده رشه، بصوا بسيطه بسيطه، ما تكتريش يعني، بصوا اقل من معلقه صغيره يعني، يا دوبك كده رشه بسيطه كده على السردين وخلاص. هبدا ان انا احط كل الطبقات بنفس الفكره كده، ما تكتريش الملح. كتر الملح اللهم صل على سيدنا محمد بينشف السمك، يعني لو كترتي في الحاجة في التمليح بينشف السمك، ولو عملتي ملح من اللي هو العادي بيملح بس بيبقى بنسبة كبيرة بينشف السمك. فخلينا في الملح اللي هو الرشيدي ده، هو متوفر ورخيص جدا، اي عطار هتلاقي عنده. خلصت بقى كمية السردين، هحط عليه بس رشة زيت كده وكام ورقة لوري وهغطيه. هشوف بقى العلبه بتاعته. بص انا بحب ان انا احط عليه يعني ورقه كده من بتاعه الاكياس دي من فوق، وبعد كده بقفله في حاجه محكمه الغلق، بس عشان في نسبه فاضيه فوق فما يجيش فيه هوا. فكده تمام، كده تمام. هشوف بس الغطا بتاع العلبه واقفلها. هنا بقى بقول لكم ان شاء الله نتقابل لما نيجي نفتح الفسيخ، بس اكيد انا معاكم كل يوم بس في وصفات تانية باذن الله. واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم.